بسم الله. دلوقتي هنعمل خلية النحل محشية بشوكولاتة الدهن. انا معايا هنا دول 3 كوب دقيق بالكوباية دي، المج بتاع الشاي ده. هحط عليه معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة فورية، ربع كوباية لبن بودرة. هنحط كمان علبة زبادي. وهنحط ربع كوباية زيت، ونقلب كده ده مع بعضه. وهنا ده محسن احنا بنعمله، بنحط نص كوباية مية عليها معلقتين كبار دقيق ونسويهم على النار لحد ما يعمل معانا بالشكل ده. هنعمله دلوقتي اهو. هنحط كده المية الدافية واحدة واحدة لحد ما تتكون معانا عجينة. كده خلاص عجننا العجينة كويس، فضلنا نعجن فيها حوالي 5 دقايق بالشكل ده. هي العجينة كده بالمقادير دي خدت حوالي ربع كوباية مية بس، 3 كوبايات دقيق. هنغطي عليها بقى ونسيبها تخمر. دلوقتي بقى هنعمل لمحسن الخبز اللي احنا حطيناه على العجينة دي نص كوباية مية، نحط عليهم معلقتين كبار دقيق، ونقلب كده الدقيق مع المية لحد ما يدوب كده. كده العجينة اهي بدأت تبقى سميكة بالشكل ده كده اهي. هنسيبها بقى تبرد خالص وبعدين نبقى نضيفها بقى كمحسن لأي عجين. كده خلاص العجينة اهي اختمرت، بقت بالشكل ده كده. معانا دي شوكولاتة قابلة للدهن او شوكولاتة مبشورة هنحشي بيها العجينة. معلقة زيت صغيرة جدا، وهنمسحها كده بالمنديل، هنوزعها كده. بعدين ناخد كده قطعة عجين، كورة كده صغيرة قد الليمونة، ونفردها كده ونحط فيها كمية من الشوكولاتة ونقفلها. نقفلها كويس ونرصها كده. ونخلي فيه مسافة كده عشان التخمير. كده خلاص حطينا اللي عملناها كور كده وحشيناها، وهنسيبها بقى تخمر. هنغطي عليها ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة. كده خلاص العجينة اهي اختمرت وحجمها اتضاعف. معانا هنا دي معلقة لبن. هندهن بقى كده العجينة بالراحة كده بخفة علشان التخمير ما يهبطش، ونرش عليها سمسم. وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. خلية النحل خلاص خرجناها من الفرن واستوت بالشكل ده كده.